بغيت نخرج. واش كتشوفي هاد المقابر اللي هنا نص فيهم كانوا في حالك؟ يعني حتى مصيرك غادي يكون هكا غير بلا ما تزيدي تحمقي راسك. نسيت التليفون تما، انا غادي نجيبو ونجي. مسكين حاسبه راسها غادي تخرج. واش حاسبه الغابه فيها غير الحيوانات؟ راه كاينين حنا، وحنا ملي لقيناها طبعا ما غاديش تخرج من هنا حتى نديروا ليها قبر هنا فحال البنات الاخ. ها هو خرج واحد منهم، يعني دابا الامر رجع ساهل شويه. دابا غادي نمشي ندير راسي باغي نهضر معاه حتى نصفيها ليه، ومن بعد نمشي عند الاخر اللي بقى مع ليلى في الدار. سلام خويا، اسمح لي، واش كتعرف فين كاين طريق رئيسي؟ سير من واش يحسب لي انا سا دابا بقات نجنو ديال خوك. عافاك خليني نمشي. اسكتي شويه، صدعتي لي راسي. عرفتي سبب في هادشي كامل، دابا غادي نجي ناخذك ولكن والله لا بقات فيك. ها هو جا خويا، دابا ما بقى لك حتى امل. دعي مع راسك، هذه اخر مره غادي تشوفي فيها الضوء. هنا ما كاين لا هروب لا نجاه. شكون انت؟ شنو كدير هنا؟ كريم! ليلى تحركي، يلاه نمشيو دغيا من هنا. كريم واش غادي نمشيو فحالنا للدار؟ خذني للدار نعافاك، واسمح لي يا كنت قلت لك شي حاجه، غير خذني في حالي. هادشي كامل في سببك وقع وعاد هربتي مني. شنو يحسب لك غادي تلقاي في الغابه؟ صافي اسمح لي، غير خذني لدارنا. باش ترجي عند يوسف؟ دابا فين غادي نمشيو؟ غادي نرجعوا فين كنا، وتما غادي نبقاو ديما غير انا وانتي، وبلا ما تبقاي تحمقي لي راسي ما غاديش نرجعوا. سميره، واش هادشي كامل ما كفاكش؟ حسام اسمعني. شنو نسمع؟ زينب خرجت من هاد الدار وهي مكسوره القلب بسببك، وكذبتي عليا وقلتي زينب مشات وخلات لي البنت. والله ما كان قصدي. سكتي، من نهار دخلتي لهاد الدار وانت غير كتفرقي بين الناس. واش ارتاح ضميرك دابا وعندك تكون عندك انت سبب بنتي ليلى؟ لا والله ما عندي شي دخله في هادشي اللي وقع الليله. انا دابا ما عنديش الوقت ديالك يا سميره، حيت دابا بنتي ليلى ما عرفتش حتى فين هي، وغير ربي اللي عالم شنو في قلبي حتى نلقاها، وغادي يكون حسابي معاك بوحدو. والا لقيت عندك يد في هادشي اللي وقع الليله والله ما غادي تزيدي حتى نهار واحد هنا معايا في الدار. يوسف، ما عندنا ما نزيدو نستناو، يلاه نمشيو هاد الليله كامله غادي نقلبوا على ليلى حتى نلقاوها. ما تقلقش عمي حسام، والله حتى نرجعها. عمي حسام، انا ما بغيت نظلم حتى حد، ولكن ما عرفت علاش كيقول لي قلبي بلي سميره وكريم ومو عندهم يد في هادشي اللي وقع الليله. حتى انا ملي سمعت هادشي اللي دارت لزينب رجعت كنتوقع اي حاجه من سميره، ولكن حتى نلقى بنتي ليلى وداك الساعه غادي يكون بيناتنا حساب. عمي حسام، يلا نمشيو عند البوليس، حنا قلبنا في هاد القريه ديالنا كامله وما لقينا والو، ما بقى لينا غير هما، يمكن يقدروا يعاونونا قبل ما يوقع شي حاجه الليله. شنو خصك مني؟ شنو بغيتي؟ علاش رجعتي لعندي لهنا؟ شوف شحال وانتي غابره، حتى لدابا عاد بانت ليك بنتك. جمعي يدك وماشي سوقي امتى نجي. المهم ليلى بنتي وانا جيت نقلب عليها، وغادي نبقى تابعت الخطوات ديالك كاملين، حيت متاكده انت اللي خديتي بنتي ليلى، ولكن ما عندك فين تهربي مني. عمي حسام، ها انت سمعتي، ما وصل اليوم حتى خبر لا من شي طبيب ولا من حتى شي بلاصه. دابا الفجر غادي يأذن، يلا نوصل لك الدار كل شي حاجه وارتاح شويه، ومن بعد نخرجوا نكملوا نقلبوا عليها. واخا ولدي، الله يرضي عليك، ولكن والله قلبي ما غادي يبرد حتى نلقى ليلى ونرجعها لدارها سالمه. واش بصح تقدر تكون ماما هي سبب في اختطاف اختي ليلى؟ بصراحه ما نقدرش نقول لا، حيت هي ديما كانت كتعطيها شغل الدار وكتغوت عليها، ولكن انا غادي نبقى نتبع ماما حتى نعرف الحقيقه الا كانت فعلا عندها يد في هذا الشيء، والله حتى نوقف ضدها. واخا ماما الحمد لله تهنيت من ليلى، واخا الشغل ثقيل ولكن عمرها ما كان ثقيل فحال ملي كانت هي في الدار. دابا نبقى ندير شغلي بوحدي وانا مرتاحه، كل نهار ندير اللي بغيت وما باقا حتى واحد يطلع ليا في الراس. فين هي اختي ليلى؟ مازال ما لقاوهاش؟ واش غادي ترجع عندنا؟ ان شاء الله وليدي غادي ترجع، باباك ويوسف خرجوا يقلبوا عليها وربي كبير. أنا بغيتها ترجع، الدار بلا بيها ما بقاتش كيف كانت، إن شاء الله. مالك؟ علاش كتبكي؟ توحشت اختي ليلى. ليلى ماشي اختك، اختك هي سلمى وهيكل حداك، ما تزيدش تدوي على ليلى ولا غادي نضربك. بابا فين هي اختي ليلى؟ مزالة ولدي، ما لقيناهاش. بابا واش بصح ليلى ماشي اختي؟ لا ولدي، ليلى اختك. شكون اللي قال لك ماشي اختك؟ ماما. اختي زهرة، فين هي سميرة؟ في الكوزينة كتوجد الفطور.
سميره، واش بصح وصل بك الحال تقولي لياسين ان ليلى ماشي اختو؟ كنت معصبه والكلام خرج مني بلا ما نحس. كاين كلام كيتنسى وكاين كلام كيخلي جرح في عمره ما يبرى. ياسين بقى كيبكي وكيحسب باللي اختو ما بقاتش اختو. اسمح لي، ما كانش خاصني نهضر بهاد الطريقه. السماح ساهل، ولكن واش تقدري تمحي الخوف اللي زرعتيه في قلب ولد صغير؟ غادي نهضر معاه ونصلح اللي درت. اول حاجه خاصك تعرفيها ليلى بنتي، وغتبقى بنتي، واللي مسها بكل ما راه كيمسني انا، وما بغيتش هذا الموضوع يتعاود نهائيا. المهم انا دابا غادي نصب نفى الواد، انت سير فطري الا بغيتي. ما عنديش الوقت للفطور، بنتي ما نعرف حتى فين هي، وباغيه مني نغلس ناكل حتى نلقى ليلى، ما غادي يرتاح لا قلبي لا عقلي. والله حتى بقى فيا حسام مسكين، من نهار ضاعت ليلى وهو غادي حماق. الله يكون في عونه، علم الله شنو وقع البنت. وليلى عمرها كانت حتى كتخرج ولا كدير المشاكل، بنت مؤدبه وهاديه. الله يردها لدارها سالمه، والله حتى الحي كامل قلق عليها. اولادي سيروا لعبوا شويه الاتساع، راه كل مره كتجيبوا لينا الكره وحنا باغيين نهضروا. وخلاله وصلنا لنهايه الحلقه اليوم، نتمنى تكون عجباتكم، ولكن الحلقه الجايه غادي تكون كلها مفاجات. واش حسام غادي ليلى؟ وشكون السبب الحقيقي اختفائها؟ واش غادي تنكشف اسرار؟ ما تنساوش ديروا لايك وكومونتيو بشنو كتوقعوا غادي يوقع، وبارطاجيو الحلقه مع صحابكم.